مرتبطه بنهر النيل، فعشان كده لما يجي اول حاجه عنها ليه او بما تفسر حضاره قرطاج مختلف نشأتها خالص عن بقيه الحضارات، اقول له لم ترتبط بنهر النيل. امال ارتباطها كان بيها بلاد بالتجاره بس. ارتباطها بايه؟ طب قلنا الكوشيين الكوش، حضاره الكوش اللي عملها الكوشيين، والمصريه المصريين. طيب قرطاج الفينيقيين، قرطاج الفينيقيين موجوده فين؟ في الساحل الشمالي عند دوله اسمها تونس. تاني في الساحل الشمالي عند دوله الاسماعيليه في مصر. فمن كتر ان هي في النص موقعها هيبقى متميز ولا مش متميز؟ هتبدا بين الشرق والايه؟ والغرب. طب هي كانت شاطره في التجاره، ليه كانت بتودي تجاره لمين ولا بتجيب علاقات تجاريه مع مين؟ قال لي من فينيقيا لاسبانيا. فهنا هحط سؤال، مين اللي انشاها؟ الفينيقيين. عملوها ليه؟ عشان يامنوا رحلاتهم التجاريه من فينيقيا لاسبانيا. تامين رحلاتهم التجاريه من فينيقيا لاسبانيا. فينيقيا دي دوله فين؟ قاره مين؟ اسبانيا قاره مين؟ اوروبا. كنت هنا سؤالين عكس بعض، اهم حاجه في قرطاج كلها، ركز معايا. موقع قرطاج هنا مهم وعرفت ليه. طب انا عندي بقى عايز اسال سؤالين، بما تفسر وما النتائج. بما تفسر ليه موقع قرطاج الاستراتيجي بتاعه مهم؟ عشان اقول هنا موقعه الاستراتيجي هنا التجاره بتتحكم بين مدن مين ومدن مين؟ الشرق والغرب على البحر المتوسط، عشان كده موقعها ايه؟ مهم. طب ايه النتيجه بقى الاهميه دي؟ قرطاج قالت لك ما دام انا مهمه بستقل عن فينيقيا واعمل لي مملكه قويه، يبقى مع مرور الزمن بقت مملكه قويه. لما اجي اقول لك هنا يا بلاد ايه النتيجه على الموقع الاستراتيجي المتميز لقرطاج، اقول له عملت ايه؟ اصبحت مملكه قويه مستقله اصبحت مملكه قويه مستقله عن فينيقيا. بعد مرور الزمن بقت بتحكم مين؟ شمال افريقيا وبعض جزر البحر المتوسط. دي نتيجه مين؟ موقعها الاستراتيجي. السؤال ده بيجي لي مرتين، يا اما بما تفسر يا اما ما النتائج. انما لو قلت لك نشأتها مختلفه عن باقي الحضارات، اقول له عشان نشأت على التجاره فقط ولم ترتبط بنهر النيل. في مشكله كده؟